في وقت بقينا فيه محاطين بعلاقات سطحية ورسايل مختصرة ومشاعر مش دايما واضحة. بس سؤال، هو بيحبني فعلا ولا لا؟ من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر، والمشكلة إن معظمنا بيدور على حب في الكلام، لكن الحقيقة إن حب حقيقي بيتشاف قبل ما يتسمع. النهاردة هنتكلم عن 7 علامات نفسية واضحة تساعدك إن تفرقي بين اهتمام حقيقي وبين مجرد وقت مؤقت. أول علامة الاتساق، مش اللحظات الحلوة. الشخص اللي بيحبك بجد مش بيظهر يومين ويختفي أسبوع. الحب مش طاقة مزاج ولا رد فعل وقت الفراغ. الحب بيبان في استمرارية، في إنه موجود ثابت وبيحاول حتى لو مشغول، بيلاقي طريقة يطمن عليكي. تاني علامة الأفعال أهم من الكلام. هو بيقولك بحبك، تمام، بس بيعمل إيه؟ بيسأل عليكي، بيساعدك، واقف جنبك، ولا مجرد كلام حلو؟ بيروح أول ما موده يتغير. في علم النفس السلوك هو المعيار الأول للحب الصحي. تالت علامة احترام مشاعرك وحدودك. الشخص اللي بيحبك بجد مش بيضغطك ولا بيقلل من مشاعرك ولا بيجبرك تعملي حاجة. الحب الحقيقي بيهون مش بيقلق. ولو حد بيحترم حدودك وبيسمعك بصدق، ده مش حب بس، ده أمان. رابع علامة بيشاركك العالم بتاعه، بيسمع عن العالم بتاعك. في علاقات كتير واحد بيتكلم بس والتاني بيسمع، لكن في حب حقيقي في مشاركة. الشخص اللي بيحبك هيحكي لك عن يومه، عن مخاوفه، عن أحلامه، هيسمعك بنفس الشغف. أي انفتاح عاطفي علامة قوية إن في رابط حقيقي. خامس علامة بيفضلك حتى وسط زحمته. مفيش حد مشغول طول الوقت. اللي بيحبك بيخلق وقت، بيفتكر تفاصيلك، بيكلمك لأنه مشتاق مش لأنه زهقان. بيفضل إن يسمع صوتك مش صوت أي حد. سادس علامة ما بيستخدمش الحب كسلاح. الشخص اللي بيحبك مش بيهددك بانسحاب، مش هيمسك نقطة ضعفك ويضغط عليها، مش هيعاقبك بالصمت أو التجاهل. دي علامات تلاعب مش حب. الحب الصحي فيه حوار مش عقاب. سابع علامة بتحسي معاه إنك على طبيعتك. أكبر علامة للحب حقيقي إنك مش مضطرة تصنعي، تضحكي الطبيعي، تتكلمي براحتك، حتى دموعك مش بتتكسفي منها. لو بتحسي معاه بأمان يخليكي انتي، يبقى في علاقة صحية بتتبني. الخلاصة، الحب حقيقي مش لغز، هو سلوك ثابت، دعم مستمر، احترام وأمان. ولو لقيتي نفسك طول الوقت بتتسألي هو بيحبني ولا لأ، غالبا الإجابة موجودة في إحساسك قبل أي دليل. دايما اسألي نفسك سؤال واحد، هل وجود الشخص ده بيخلي حياتي أسهل ولا أصعب؟ لأني حبي حقيقي بيريح. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، ولو استفدتي من الفيديو شاركيه أصحابك. سلام.